تالت فيديو، تالت حلقه وتالت اربع من برنامج ايه الدنيا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه بني ادم. نزلت لكم ستوري على الانستجرام، قلت لكم فيها تبعتوا لي فيديوهات تحمسني انزل الجيم عشان عندي سفريه في الساحل اخر الشهر، عايزين نلحقها بفورمه محترمه. فالنهارده هنشوف هل هيحفزوني ان انا انزل الجيم دلوقتي حالا واتمرن، ولا اكمل قاعده في البيت واطلب لي بيتزايه محترمه من مفيش محل دلوقتي بيعمل بيتزا حلوه بصراحه. اعملوا لي فولو على الانستجرام واعملوا لايك للفيديو، لان كل فيديو بينزل اللايكس فيه قليله. معرفش ليه يا جماعه، انتوا بتتفرجوا وتمشوا ليه؟ انا لازم اقول تعملوا لايك؟ خلاص يا جدعان، يا جماعه ممكن تعملوا لايك، اعملوا لايك في اول الفيديو يا جدعان، اعملوا لايك دلوقتي، اعمل لايك دلوقتي اهو، اعمل لايك، دوس اللايك ده. انتوا ما بتجوش غير بكده بصراحه. هنقول ايه؟ بتوع الجيم ولا الجيم راتس ولا كباتن الجيم ولا الجيم عامه؟ بص كباتن الجيم ايه الدنيا. راجل كبير بيتمرن. انزل الجيم يلا. في ايه يا عم؟ في ايه؟ مش نازل، هو مش طبيعي كده من اول فيديو يعني. يا جماعه فيرجو وزير اليوتيوب بيبعت لي وبيقول لي الفيديو هيعدي، يعني نحط كده علامه على كلامه ونعتمد، حتى لو انا لسه شفتش الفيديوهات. هو قال لي الفيديو هيعدي خلاص، فانا ايه اللي انا بعمله ده؟ انزل الجيم يلا. انت مين يا عم؟ انت مين يا عم؟ والجيم بتاعك فين يا عم؟ انا نازل لك دلوقتي. انزل الجيم بالراحه على صحتك يا حاج. بقول لك انزل. ابعد صباعك عن عيني. انت ما جيتش الجيم امبارح ليه يالا؟ كنت باكل اكل صيني امبارح في العباسيه. صحابك ضحكوا عليك وقال لك تعالى نخرج. لا والله انا اللي قلت له. دي اهم من الخروجه. ايه دي اصلا؟ الخروجات والنسوان هي اللي هتوقعك. والله ما في نسوان ولا في خروجات ولا في جيم ولا في صحاب. انزل الجيم يالا وما تكسلش. حاضر هنزل، بصراحه مش هنزل، ما اقنعنيش. اطلع يالا اطلع. حاضر. فادي بكري السيجما، اللي اي حاجه بتتقال في الدنيا بتتقال عليه وبتنطبق عليه برضه، اللي هو السيجما، الالفا، اي حاجه. بصوا يا جماعه، عشان الفيديو ده باغنيه عليها كوبي رايت، فانا هدبلج الصوت ده. انت رايح فين يا عم؟ انت طالع برا شاشه الكمبيوتر. فادي بكري يا جماعه من الناس اللي انا لحد دلوقتي ما بفهمش هي ايه بصراحه. الواد ما شاء الله شبه عارف انت اللعبه اللي انت بتحطها في برطمان ميه مثلا او كوبايه ميه وتسيبها 24 ساعه وبتطلع بحجم كبير كده، يعني هو حرفيا طالع من ميه اهو. يعني بص تحسه قاعد في الميه دي 24 ساعه عشان يبقى بالحجم اللي هو طلع بيه ده، تحس حد مكبره كده. دي برضه اغنيه، فانا هدبلج لكم الصوت. الراجل حرفيا بياكل جو لاينز ناس، في حاجات في بقه بتتاكل بتكبر له البتاع دي، تحسه بيتغذى، اللي هو كل ما ياكل جو لاين كل ما الجو لاين بتاعه يبقى. انا فادي عامه مش لاقي له كونتنت، هو الكونتنت بتاعه نوعا ما مفيد، هو مش مفيد يعني. هو واحد بيطلع بيشيل حديد ويتمرن ويقول لك انا شلت مش عارف 60 كيلو، انا شلت مش عارف ايه، فماشي اعمل حاجه بقى نتريق عليها يعني. مش معقول كده تطلع كل يوم تتمرن، او مش لازم نتريق خلاص يعني، مسامح كريم. استنى، ايه؟ نزلت الجيم؟ لا. تمرن كويس؟ لا. مين دي؟ استنى، ايه؟ نزلت التمرين ولا لسه؟ مش سامعك، في صوت مزيكا. التمرين. مين دي؟ استنى، الله. ايه؟ انت كلت؟ لا. ليه ما كلتش؟ لسه صاحي من شويه مش عادي. قلنا ناكل كويس؟ معلش بقى يعني، انا لسه ونهتم ما بصحتنا؟ جوعتش. لسه ما قلت انا جوعتش. ولا ما قلتش؟ ايه؟ قلت ولا ما قلتش؟ محدش على صوت عليا كده. بصي يا فيروز، انا شايف انك تخطيتي حدودك زياده عن اللزوم معايا، فانا شايف ان احنا ما ينفعش نكمل مع بعض، ودي النهايه اللي بينا. اتفضلي دلوقتي حالا، انت من طريق وانا من طريق، شكرا. انا مش عارف اسمع نفسي من الهيدفونز دي، مش عارف اسمع نفسي خالص. لو انت في الجيم وعايز تصور نفسك فيديو ومش لاقي حد يصورك، واحنا بقى نازلين الجيم نتمرقع ونتصور فيديوهات، واحنا نازلين نتمرن ونسافر الساحل. طريقه جامده جدا. هتحط الموبايل لا مؤاخذه في الشورت. بتعمل ايه يا اسطى؟ بتعمل ايه يا اسطى؟ ايه اللي انت بتعمله ده في نص الشورت بالمنظر ده. ممكن تخلي حد يصورك، ممكن او لا يعني. تخيل طلع موبايل كده من تحت، بقول لك يا صاحبي ممكن تمسك موبايل تصورني. انا حزين عامه يعني، كل اسفي لاي حد من معارفه او من صحابه شاف الفيديو ده، اللي هو هيفكر في كل مره مسك فيها الموبايل اداهوله قال له موبايلك بيرن مش عارف ايه، فهيجي يشوف كده المشهد ده وبعدها يبص في ايده هيبص الموبايل صاحبه ليه في عرق كده. تنزل يوجا تجيب الدمبلين اللي انت هتلعب بيهم وتديها التمرين العظمه، وعايزك تتفرج على الكادر والفيو العظمه، ويا باشا انت مش تحتاج لحد تاني يصورك. لا عادي، انت ممكن تحتاج حد يصورك، ممكن تثبت الموبايل، ممكن تعمل اي حاجه غير انك تحط الموبايل في الشورت، او حتى مش في الشورت يعني. انا عندي شك في الموضوع ده. اغنيه كوبي رايت، هي بتبعت لك تصبح على خير وتبعت لغيرك مش عارف انام ليه يا عم، وانا مرتبط بصراحه احمد. هو بس كده ده الفيديو، ركز في نفسك يا كينج. صورة غوريلا ماشي يا اسطى. يلا يا شباب عشان امرنكم. تمرنا ايه يا بوكس؟ ده انا عندي كرش عامل ازاي؟ عاوز 10 سنين. الراجل ده شبه بلال شكوكو. وانا يا بوكس شوف التسد اللي عندي، وانا يا بوكس عندي نحافه وعاوز سنه عشان ازيد في الوزن. وانا يا بوكس عايز اعرف انت مين. بيضحكوا عليا
طب وانا يا بوكس عندي بروس في المؤخره ودهون في الفخاد. انا اقدر اغير لكم حياتكم كلكم في اقل من 3 شهور بس. بقول لك ايه، انت بتشوف ناس كتيره ماشيه في الشارع شكل جسمها مشدود في اللبس بنفس الشكل ده كده. في جي تي ايه. فانت لو عاوز قبل ما تخرج من البيت يكون شكل جسمك مشدود وشيك في اللبس، يعني لو رايح فرح او خارج مع اصحابك او اي مناسبه وعاوز بدل ما تبقى ماشي كده تمشي كده. ما ينفعش امشي في النص، يعني ما ينفعش امشي ماشيه عاديه بتاعت بني ادمين، لازم امشي كده او لازم امشي كده، يعني ليه ما امشيش عادي؟ 4 تمرينات هتعملهم قبل ما تخرج من البيت ب 10 دقايق اشد شكل جسمك. اول تمرين هو الضغط الديمون. 12 عده في 3 مجموعات. تاني تمرين اكون واخد 8 عدات في 3 مجموعات. عضلات الشولدر. تمرين اكون حاطط 15 عده في 3 مجموعات. واخر تمرين 20 عده في 3 مجموعات. ايوه دي فعلا حاجه ممكن تتعمل 10 دقايق قبل ما تنزل كده، وانت لابس وجاهز كده، لو نازل متشيك او حاجه بتنزل تعمل 20 عده و15 عده و3 مجموعات و4 مجموعات وكل حاجه. اكيد طبعا هتنزل كده، بس انت هتكون متاخر على ميعادك على الاقل نص ساعه يعني. عاوزين نخيس عاوزين يخيس. ايه يا ابن الصداع اللي انتوا عاملينه ده؟ يا ابن الصداع اللي انتوا عاملينه ده. انا عاوز اخس من غير ما اعمل دايت، وانا يا بوكس عاوز اخس من غير ما اتمرن، وانا يا بوكس عاوز اخس وانا نايم على السرير، وانا يا بوكس عايزك تخلص، عايز اعرف اعمل ايه بسرعه. في الفيديو ده هقول لكم على مشروب سحري هيخسسكم 30 كيلو في 30 يوم. اول حاجه هنجيب كوبايه ونحط فيها شرايح ليمون موجود، ومعلقه كمون موجود، ومعلقه قرفه موجود، ونزود ميه سخنه. ونشربه كم مره في اليوم يا بوكس؟ لا دول ما تشربهمش، دول ترمهم في الزباله عشان ما فيش حاجه هتخسسك غير الدايت والتمرين. انت راجل مش جدع ودمك تقيل، انا ماشي. كابتن ياسمين بتتمرن فين؟ انا حاسس ان دي الحاجه اللي ممكن تحفزني. بيج ياسمين اسطوره الحديد، فعلوا الاشعارات عشان في مشكله في الصفحه. انا ناس كتير قوي قالت لي اخش عند البيج ياسمين، بس فعلا انا مش عارف، لحظه ندم. انا كنت لسه هقول ان ده غلط. لو انت العريس وابوك شايف ما شاء الله حد زي البيج ياسمين كده بيرقص مع عروستك ولا حاجه، هتقنع ابوك ازاي ان هي الكابتن ياسمين؟ او هم عامه يعني الفرح كله هيقتنع ازاي ان دي الكابتن ياسمين؟ انا مش عارف اركب موضوع غريب. طيب خليني اقول لك، لو انت هدفك ان انت تخسر دهون فانت ممكن تتمرن الصبح على الريق، خصوصا لو انت هتلعب كارديو جسمك. انا بصراحه مسحول في المزيكا اللي ورا. اختصارا لكل ده، انت تتمرن احسن وقت في الوقت المناسب ليك. يعني مثلا لو انت بتشتغل او عندك جامعه او مدرسه ايا كان، ممكن تنزل الصبح قبل. بس خلاص انا زهقت. ارقص ايه يا ابني؟ انا راجل بتاع جيم، يعني مش فاهم ايه يعني راجل بتاع جيم. هو في الاشتراك الجيم انتوا بتمضوا ان انتوا ما ترقصوش في افراح؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ايوه انت فعلا بتاع جيم، انت المفروض ما ترقصش. منيري، لو زعلان من حالك بايدك تغيره. صباح الخير. صباح الفل. كل بسرعه بابا، العجل هيخلص الاكل. دمك تقيل قوي على فكره، زي وزنك بالظبط. الاقيها منكم ولا من غريب؟ احمد عايز اتكلم معاك في حاجه. عايز ايه يا عجل؟ عايزك تساعدني اتكلم معاك. بنت ايه بجسمك ده يا تخين؟ هتقرف منك طبعا. احمد قوم البس عشان مديري عامل حفله ولازم نروح. طب وانا يا بابا؟ وانت ايه؟ لازم اوصل قدام مديري باحسن صوره ليا، وبص شكلك وانت اصلا مش هتخش في الصوره. هخس يعني هخس. بابا انا عايز فلوس عشان اشترك في الجيم. لا طبعا اكيد مش هرمي فلوسي في الارض. ماشي. انا نازل مع صاحبتي الجيم، حد عايز؟ اوف حرفيا فشخهم حاجه. الجيم ده تضييع وقت اصلا. الكارما بقى، البيت كله تخن. ما تاخرش عشان رايحين حفله مديري النهارده. من رايي بقى ما تروحش حفله مديره، خليه يروح بطوله كده مع عيال التخان. بس عايز اعرف برضه، تخيل لو مثلا ابوه خده وراح على حفله المدير، اللي هو مين ده وفين بقى اولادك؟ لا ده ابني الجديد، ولاد التانيين خلاص في الصيانه يعني، لسه ما يخسوا هبقى اجيبهم لك الحفله الجايه. زعلان من حالك دلوقتي بايدك تغيره. اشتغل على نفسك كل يوم، خد التنمر اللي في حياتك حافز انه يوصلك للي انت عايزه، وصدقني هتنجح. راح فين طيب؟ منير يا جماعه والله العظيم جامد يعني. هو كان كونتنت بالنسبه لي زمان، بس هو دلوقتي بقى يموتيفيت مي فعلا. تجيش ليه؟ تجيش ليه؟ لحد امتى تبقى رابط نفسك؟ طب حاسب بس السلاح يطول. طيب صاحبك اللي دايما بيكسلك، لحد امتى هتقول هبدا من بكره؟ لحد امتى بتقول هبدا دايت من بكره؟ لحد امتى؟ ايه هو ليه كل لحد امتى؟ وبعدين اتكلم بالراحه شويه. انت بتقول هنزل الجيم من يوم السبت، انزل. يا ايه ده؟ قرب تعالى اتمرن بسرعه دلوقتي، بطل كسل. بصراحه ما اقنعتنيش. انت مش زي الراجل الاقرع، انت ماسك لي سلاح، والراجل الاقرع من غير سلاح كان بيقلع لي نضارته بس، كان بيخليني بص اترعش.
وانا مش فاهم حاجه، بس حاسس ان اكتر حاجه مفيده في الموضوع ان الراجل ده عمره ما هيغرق، يعني حطيته في ميه مش هيغرق، عنده كتافات بيلت ان. انا مش هقدر اعيش من غيرك، اوعى تسيبني، انا حكيت لماما عليك، لما توصل طمني، انا بحبك قوي. تضحك على ايه؟ يعني المفروض كان يتكتب عليها مثلا احنا مش هنقدر نكمل مع بعض، انت تخين قوي، انت بس هي قالت له عادي، قالت له حاجات عاديه يعني، ولا قصده ان هو لما بيوصلوا بعض هو بيفتكر الكلام ده، فاللي هو فانا مش عارف بصراحه. استنى، ايه عشان انا قلت انا وانتي، انا من انا ايه انت ما نزلتش الجيم ليه؟ انت مالك بقى؟ مش قلنا انا من طريق وانتي من طريق؟ جرايه فيروز، خايف على عضلاتك؟ خاف عليهم من ايه يا عم؟ انزل يلا الجيم. مش نازل، انت مالك؟ انزل يلا يا ستي مش نازل، اوعي بقى. انت بتعمله ده، انت عمرك ما هتوصل. انت عمرك ما هتوصل، انت عمرك هتوصل للدور الخامس عشان هو السلم ومفيش اسانسير خالص. فاشل يا ابني، فاشل اخرس، ركز في مستقبلك. يلا يا فاشل. انت يا ابني مش ناوي تكبر؟ مش ناوي تكبر اكتر من كده ايه يا اسطى؟ اوه، وهنا بعد ما خسيت 50 كيلو الراجل حرفيا يعني شعره اتغير كمان، وفي نفس الجيم وبنفس التيشيرت. تخيل اتمرن كام مره بنفس التيشيرت ده؟ حاسه ما اتغسلش في كل مره عامه. يلا يا فاشل، اللي عمرك ما هتوصل، عمرك ما هتبقى حاجه، يلا تخين يا فاشل. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ صار فيديو تقولش ماسك الموبايل بتتصفح التيك توك ده حقيقي فعلا، وسايب الجيم ولا بتعمل اي حاجه. قوم يا دلوقتي، سيب التيك توك وروح الجيم دلوقتي. حاضر. طب يا جماعه ده كان كونتنت الجيم، انا خلاص اهو انا جهزت ونازل، فاشوفكم على خير بقى، وايه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو الفيديو عجبك، تنساش اللايك، ما تنساش اللايك عشان عارف انك بتنساه. باي باي باي. اشوفكم الاربعاء الجاي، قولوا لي في الكومنتات عايزين ايه نتكلم عليه الاربعاء الجاي، بس كده استاذن انا بقى عشان عندي مواعيد جيم. سلام عليكم.